يلا بينا نكمل فيديوهات الصدفية عشان احنا في شهر 8 زي ما قلنا، وهو شهر التوعية بالصدفية والروماتويد الصدفي. وفي الفيديو ده هنتكلم على بعض سيناريوهات الحالات اللي بتحصل لنا وممكن ما تخطرش على بال المريض أصلا إن عنده صدفية مفصلية أو روماتويد صدفي، فتابعونا. أهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. أول سيناريو، مريض بيتعالج معايا بقاله 3 4 سنين، جالي بكل المفاصل في الناحيتين ملتهبة، تحاليل سرعات الترسيب بتاعته والسي ار بي عاليه، كل ما نعيد تحاليل الروماتويد والسي سي بي والاي ان اي تطلع سلبيه ومشخصه روماتويد سلبي، والعيان ماشي في حياته مع الادويه الميثوتريكسيت والليفلوناميد، تحاليله كويسه وانزيمات الكبد كويسه وكل حاجه كويسه. وفجاه بدا يحصل للمريض هرش عند الركبتين وهرش عند الكوعين. راح لدكتور الجلديه قال له ده انت عندك صدفيه. كده تحول التشخيص من روماتويد سلبي إلى صدفية مفصلية. وده دايما اللي بقوله لعيان بشخصه روماتويد سلبي، بقول له إن ممكن المرض يفصح عن جانب تاني منه مع الوقت يخلينا نغير اسم التشخيص، بس ممكن ما نغيرش العلاج على فكرة. ليه؟ لأنه في الحالة دي الأدوية اللي هو بياخدها فادت المفاصل الفترة اللي فاتت وممكن تكون فادت الجلد، لكن لو لقينا طبعا في نشاط جامد في الجلد أو في المفاصل بنغير العلاج. ده أول سيناريو. تاني سيناريو، مريض متشخص روماتويد صدفي بقاله فترة كبيرة قوي، وتشخص بناء على التهاب موجود في المفاصل بتاعة القدم وفي مفاصل ايديه، وكان عنده صدفية ضوافر، وماشيين على الأدوية نوع معين من أنواع الأدوية البيولوجية وكويس جدا. بس من وقت للتاني ظهره يوجعه ويروح لدكتور عظام يقول له ده عضلات، واحد تاني يقول له ده ديسك، وواحد تالت يقول له انه هنعمل علاج طبيعي. وفجأة وهو في الزيارة قال لي يا دكتور بس أنا ظهري بيوجعني من وقت للتاني كده، وبدأ الموضوع يزيد الفترة دي. بالفحص لقينا إن في التهاب في المفصل الحرقوي العجزي، وبالتالي بدأنا نفكر إن هنغير نوع البيولوجي لنوع يقدر يستفيد منه في الجلد والمفاصل والتيبس الفقاري المشابه للروماتويد الصدفي في الظهر. وبالتالي زاد جزء معين من الروماتويد الصدفي ما كانش متقال قبل كده، مع إن الحقيقة كل مرة بسأل المريض على أعراض معينة بره المفاصل اللي هو بيعاني منها عشان أتأكد منها ظهره ورقبته، وهنتكلم كمان على عضوين 3 في السيناريو الجاي. مريض تالت عنده صدفية وعنده مفصل واحد بس كان بيوجعه، بيحصل له انتفاخ على هيئة سجق كده في صوابع رجليه، وماشي على الأدوية والدنيا كويسة. فجأة لقيته بيكلمني يقول لي أنا عمال ألف على دكاترة العيون من دكتور للتاني وعيني ما بتخفش، آخد القطرة أخف عليها 3 4 أيام وترجع تاني. روح لدكتور العيون قول له الدكتور حسام بيسألك أنا عندي التهاب قزحي في العين ولا لأ؟ فعلا الدكتور يكتب لي تقرير ويجي لي العيان يطلع عنده التهاب قزحي في العين. يعني الصدفية جت في العين؟ في أعضاء مهمة لازم تبقوا عارفينها ممكن تتأثر لمريض الصدفية بالإضافة للجلد والمفاصل. زي ما قلنا قبل كده العمود الفقري. 2، العين يحصل التهاب قزحي في العين. 3، القولون يحصل التهاب مناعي في القولون. لا يرقى انه يوصل زي القولون التقرحي وزي كرونز، لكن بيبقى موجود ساعات. فمهم قوي لو في اعراض في الجهاز الهضمي زي اسهال زي انتفاخ زي امساك زي دم في البراز تبلغ الدكتور. عينك بتحرقك تبلغ الدكتور. ظهرك بيوجعك تبلغ الدكتور، لان كل حاجه من دول ممكن تخلينا نغير العلاج. مهم قوي كمان تبقى عارف ان المرض قد يؤثر على الرئتين زيه زي الروماتويد، وقد يؤثر على القلب زيه زي الروماتويد، وبالتالي اي اعراض لازم تقولها للدكتور. بالسيناريوهات دي انا مش بخوفكم، بس انا بعرفكم الحاجه اللي ممكن تحصل ولو كانت في نسبه صغيره من المرضى، علشان تبقى عارف هل لها علاقه بالمرض ولا لا. مهم جدا ككلمه اخيره في الفيديو ده انك تبقى عارف ان المرض المناعي ايا كان نوعه، وهنا بقى في الحاله دي بنتكلم على الصدفيه والروماتويد الصدفي، هو مرض سيستميك يؤثر على اجهزه الجسم المختلفه. وفي تحليلين مهمين قوي في مريض الصدفيه حتى لو ما عندوش التهاب في المفاصل لازم يعملهم، وممكن يعلوا جدا فيه وممكن يسببوا له مضار.
الكوليسترول سواء دهون ثلاثيه او دهون ضاره، وحمض البوليك لانه ممكن يرتفع ويبقى عنده كمان مع الصدفيه نقرس. دي بسرعه كده سيناريوهات لحالات تعرفكم قد ايه الصدفيه ممكن تبقى منتشره في الجسم ومؤثره على اعضاء مختلفه، علشان لو حصل اي حاجه تبلغونا. ودمتم سالمين.